للشركات والمؤسسات لكرة القدم الخماسية، نسخة الثالثة لهذه البطولة. لقاء يجمع بين البنك الذراعي الذي يتقدم ب3 أهداف أمام شركة دواجن ميكو. الشلهوب يمرر الشلهوب تجاه بكر ماهر. بكر التمريرة أمامية، محاولة للتصويب والهدف الرابع. محاولة للتصويب والهدف الرابع ياتي أحمد عبد الله محمد. إعادة للقطة الماضية، تصويبة غوية من اللاعب عبد الله محمد يسجل الهدف الرابع. محمد موسى يمرر، محمد موسى أمامية تعود تجاه عبد الهادي كنان وسط الملعب. عبد الهادي كنان لعبد الرحمن محمد، مبعدة من بكر ماهر. بكر ماهر يعود تجاه على الله، محاولة للضغط محمد على الله على الجهة اليسرى. عبد الهادي كنان البحث عن التمرير، عبد الهادي مبعدة تعود لمصلحة لمصلحة بكر ماهر، طالت من بكري ومرت في اللقطة. إذن البنك الزراعي يتقدم إلى الآن ب4 أهداف دون مقابل. شركة دواجن تشارك لأول مرة هنا عبر بطولة عناقيد الرمضانية، عكس تماما للبنك الزراعي الذي احتل المركز الثالث في النسخة الماضية. محمد الشلهوب، تمريرة من محمد لبكري، محاولة للتصويب، امتياز بكر ماهر، مراوغة بطريقة جميلة في اللقطة الماضية. هنا اللاعب المهاري جدا بكر ماهر، لكن طالت الكرة من عبد الله محمد الذي حاول تسجيل الهدف الخامس في اللقطة الماضية. محمد على الله أماميا، محمد على الله اتجاه عبد الهادي كنان. عبد الهادي كنان يمر اتجاه عبد الرحمن محمد، مرت أيمن إبراهيم أمامية من أيمن اتجاه الشلهوب كالعادة والمعتاد على الجهة اليسرى، يمر اتجاه بكر ماهر. بكر ماهر، تمريرة من بكري، شلهوب محاولة، يا سلام، يحاول باللقطة الماضية للعب الكرة والتسجيل، لكن التدخل موجود. محاولة هنا للتصويبة لكن مرت في اللقطة الماضية. عبد الهادي كنان، عبد الهادي كنان هنا اللقطة الماضية. الشلهوب بامتياز يحاول المرور من الحارس محمد موسى، لكن الضغط والكثرة موجودة هنا وإبعاد للكرة الماضية. سر الختم الهلالي يمرر، محاولة والتصويبة والهدف الخامس يأتي. الهدف الخامس يأتي من اللاعب البديل عبد الله محمد. إعادة للهدف، تمريرة موجودة من اللاعب سر الختم الهلالي للاعب عبد الله محمد الذي يضيف الهدف الخامس لمصلحة البنك الزراعي في اللقطة الماضية. دواجن ميكو أيضا جمهور حاضر ومؤازر لهذه الشركة، لكن بعد هذه الخسارة ظل صامتا. ضغط موجود وعملية البحث عن التقليص الفارق موجودة بالنسبة لعناصر شركة دواجن ميكو، لكن البنك الذراعي الذي يلعب بروح قتالية. محاولة والهدف، يأتي الهدف السادس من جديد هنا في اللقطة الماضية. إذن هدف حسام الدين إدريس يضيف الهدف السادس. إذن حسام الدين إدريس في اللقطة الماضية أيضا أولى اللمسات لحسام الدين، يسجل هدف. كرة تعود تجاه محمد على الله، ضغط من محمد، استخلاص بكري ماهر، انطلاقة من بكري. بكري يمرر، محاولة ومرت في اللقطة الماضية. مرت في اللقطة الماضية محاولة الانطلاقة. بكري ماهر يمرر تجاه اللاعب عبد الله محمد في اللقطة الماضية، لكن الإبعاد. مرت الكرة لعبت تعود في وسط الملعب لمصلحة أحمد عثمان، مرت من أحمد عثمان. محمود موسى حارس المرمى أمامية، تعود عبد الهادي كنان. أحمد عثمان يمرر، مرت من أحمد عثمان.
حسام الدين إدريس يمرر حسام الدين على الجهة اليسرى اتجاه عبد الله. محاولة تصويب من عبد الله. يبحث دائما النيل أول البنك الزراعي على تسجيل الأهداف والتركيز أكثر. تمريرات موجودة، ضغط موجود، كأن البنك الزراعي هو الذي يخسر إلى الآن. شركة دواجن ميكو تتراجع وتلعب في المقدمة. محاولات موجودة. محمد على الله يمرر، تعود لمصلحة محمد على الله من جديد. عبد الرحمن محمد، عبد الرحمن يمرر اتجاه على الله خاطئة. التمريرة أقرب لها الحارس محمود موسى. إذا محمود موسى سريعا يلعب اتجاه عبد الهادي كنان. عبد الهادي يمرر اتجاه محمد على الله في المناطق الخلفية. محمود موسى رجع الكرة من محمود صافرة. ضربة حرة غير مباشرة. لمصلحة سر الختم الهلالي وحسام الدين إدريس. سر الختم الهلالي على تنفيذ الكرة. عبد الله محمد ينتظر التمرير، يمرر عبد الله، محاولة تصويبه والهدف السابع. الهدف السابع ياتي للبنك الزراعي الذي يحاول تسجيل النتيجة. هنا إعادة للقطة الماضية بامتياز. عبد الله محمد يسجل نتائج ماضية. إلى الآن يقترب البنك الزراعي من عاطف كوترانجا الذي سجل 8 أهداف في المباراة السابقة ضد شرطة الخرطوم، شرطة ولاية الخرطوم 4 أهداف. وأوتوباش للسيارات في المباراة الماضية أيضا تقلبت على الصفوة للسيارات ب8 أهداف مقابل 3 أهداف. إلى الآن البنك الزراعي أقرب إلى النتيجة، 7 أهداف في شباك شركة دواجن ميكو. على الله يمرر تجاه أحمد شيخ إدريس. تمريرة عبد الرحمن محمد، مرت من عبد الرحمن محمد، تعود سريعا. تمريرة تجاه عبد الهادي كنان. تمريرة من عبد الهادي مقطوعة في وسط الملعب. مجاهد محمد تعود لمصلحة أحمد الشيخ. يحاول أحمد شيخ إدريس، مبعدة من أحمد شيخ إدريس، مرت من اللاعب رماح فيصل. رماح فيصل وعبد الرحمن الشيخ داخل أرضية الملعب. تمريرات موجودة. على الله محاولة على الجهة اليسرى. التمريرة محاولة للتسجيل، لكن أيمن إبراهيم في المكان المناسب. استلام للكرة يمنع شركة دواجن ميكو من تسجيل الهدف الوحيد. محاولة للقطة من جديد. أيضا أيمن إبراهيم في المكان المناسب، ومحمد على الله يفشل في التسجيل للمرة الثالثة. محمد على الله يفشل في التسجيل للمرة الثالثة. تمريرة في الجهة اليسرى اتجاه عبد الرحمن الشيخ، يمرر في المناطق الخلفية. عبد الرحمن الشيخ تمريرة اتجاه حسام الدين إدريس. انطلاقة لمصلحة من؟ لمصلحة البنك الزراعي. التصويب لكن مرة. إعادة للقطة الماضية. تمريرة كانت تجاه البديل رماح فيصل الذي حاول إثبات نفسه وزادي بتسجيله الهدف، لكن مرت على اليسار. محاولة لرماح من جديد تعود، لكن التدخل عبد الهادي كناني يخلص تجاه أحمد شيخ إدريس. محاولة لمصلحة دواجن ميكو، البحث عن تسجيل الهدف الوحيد، ويأتي الهدف. يأتي الهدف أخيرا لمصلحة دواجن ميكو. الفرحة موجودة من العناصر هنا. محمد على الله بعد المراوغة من الحارس أيمن إبراهيم يسجل أولى الأهداف. فرحة موجودة من الجماهير والعناصر المتابعة والمشجعة لشركة دواجن ميكو. فرحة بالهدف في اللقطة الماضية. أحمد على الله، أحمد شيخ إدريس، محاولة محمد على الله، مبعدة تعود تجاه عبد الرحمن محمد. يترك الكرة تمر من عبد الرحمن. أحمد شيخ إدريس لمحمد عبد الرحمن. تمريرات موجودة. انطلاقة عبد الرحمن، محاولة والتدخل من الحارس أيمن إبراهيم بامتياز يخلص في اللقطة الماضية. تعود عبد الرحمن الشيخ، يمرر على اليسار تجاه حسام الدين. انطلاقة سر الختم الهلالي
مرت من عبد الله محمد في اللقطة الماضية. أحمد شيخ إدريس إعادة للقطة الماضية، لعبت سريعا، تعود أحمد شيخ إدريس. أحمد محاولة تصويبه من أحمد، تدخل وتعود من جديد عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن محمد في وسط الملعب يمهد، يلعب الكرة لكن التدخل موجود، انطلاقة لمصلحة البنك، محاولة تسجيل والتصويب لكن القتالية والإبعاد في اللقطة الماضية. أحمد شيخ إدريس يمرر، أحمد شيخ إدريس تعود تجاه أيمن إبراهيم، أيمن أمامية من أيمن وأقرب للحارس محمود موسى. إذن محمود موسى سريعا يلعب الكرة في وسط الملعب. أحمد شيخ إدريس محاولة تصويبه من أحمد شيخ إدريس لكن مبعدة. أيمن إبراهيم عاد للقطة الماضية. أحمد شيخ إدريس دائما المحاول في التصويبات والتسجيل. محمد على الله يمرر تجاه عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن طالت ومرت لمصلحة محمد على الله يمرر تجاه أحمد شيخ إدريس، انطلاقة من أحمد شيخ إدريس. نعم البطاقة الصفراء، البطاقة الصفراء تجاه اللاعب حسام الدين إدريس. بطاقة صفراء لمصلحة حسام الدين إدريس أحد عناصر البنك الزراعي في اللقطة الماضية. حاولة كانت موجودة أحمد شيخ إدريس للانطلاقة لكن التدخل وعملية الشد والجذب والبطاقة الصفراء موجود. أحمد شيخ إدريس يلعب الكرة أمامية، مرت كرة تعود شيخ إدريس من جديد، مبعدة تعود تجاه اللاعب محمد عبد الحميد. يمرر محمد، تعود للشيخ إدريس، محاولة من شيخ إدريس لكن الارتقاء والاستلام في اللقطة الماضية، انطلاقة لمصلحة حسام الدين. يمرر حسام الدين، مبعدة من محمد على الله في وسط الملعب، تعود تجاه بكري ماهر. بكري والانطلاقة، يمرر تجاه حسام الدين، تمرير تجاه الشلهوب. الشلهوب يمرر تجاه حسام الدين إدريس من جديد، البحث لكن مرت صافرة موجودة، اتلعبت سريعا لأحمد شيخ إدريس. أحمد شيخ إدريس الممتاز دائما في عناصر تواجي نيميكو، صاحب السرعات الهائلة والتمريرات. حسن محمد آدم يمرر، محاولة تصويبة بعيدة من عبد الرحمن محمد في اللقطة الماضية. عبد الرحمن محمد ومرت الكرة، اتلعبت تجاه بكري. بكري ماهر يلعب تجاه الشلهوب بامتياز. الشلهوب يمرر، الشلهوب تجاه اللاعب محمد عبد الحميد لكن مرت من محمد عبد الحميد. مجاهد محمد حسن يمرر، مجاهد تجاه بكري ماهر. وفي هذه اللحظات مشاهدي ومتابعي قناة الملاعب الرياضية يعلن الحكم على انتهاء شوط اللقاء الثاني بين البنك الزراعي وشركة دواجن ميكو. البنك الزراعي الذي يتفوق ب7 أهداف مقابل هدف وحيد. إلى أن نلتقي، عودة إلى الزملاء في الاستديوهات الرئيسية.